طيب نشرك بيتجاوز معنا التقسيم. بعض المتصلين. دكتور عماد الدين، معنا يحيى عبد الرحيم من السعودية. السلام عليكم. وعليك السلام. الحقيقة يعني يخالجني شعور غريب وأنا أرى تركيا وأرى الشعب التركي سعيد وفرح بهذه الحرية، وعلى حدوده بلدتي جسر الشغور تعاني من القمع والإرهاب والقتل. النساء تقتل والأطفال تقلع أظافرهم. حقيقة تناقض غريب، لا أدري ماذا يريد النظام من هذا الشعب. على كل أنا أبارك للشعب التركي وأهنئه على هذه الحرية وهذه الديمقراطية التي أتمناها لبلدي ووطني. أقول لك أن وطني الآن جريح ويعاني كثيرا. لا أدري ماذا أقول، لكنني أبكي على بلدي مع أنني سعيد جدا لتركيا ولكل شعب حر. أخي الكريم، أنا منذ أيام كنت في مدينة أنطاكيا وزرت الجرحى. والله يا أخي إنهم بسطاء، وهم من بلدتي جسر الشغور. إنهم بسطاء طيبون، أرادوا الحرية فطلبوها. سألتهم أسئلة، بعض الأسئلة أستغرب، أقول لهم لماذا خرجتم؟ ماذا تريدون؟ فكانوا يقولون لم نعد نستطيع أن نقبل الظلم بعد الآن. هذه قولتهم وهذه مطالبهم. ألهذا نقتل؟ ألهذا تقتل الرجال والنساء؟ ألهذا تأتي الطائرات والدبابات إلى مدينة عازلة وتدور من مدينة إلى أخرى لتقتل؟ ما هذا النظام؟ ما هذا الرئيس؟ أين هو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.